السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناة كوينز كيتشن. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم ما تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم جيتكم بوصفة سهلة سريعة مقاديرها بسيطة. هذه الوصفة هي وصفة غراتان بالباذنجان، تجي بزاف بنينة، على بالي راح تعجبكم. المقادير ديالها نحتاج فيها باذنجان، يعني حسب أفراد العائلة. عندنا لحم مفروم، تقدروا تستعملوا بولياشي ولا لا فيونداشي. عندنا 2 حبات طماطم، 5 فصوص تاع الثوم، 2 وريقات تاع الرند، زعترة، شويه تاع المعدنوس، ملعقه طماطم مصبره، 2 ملاعق تاع الارز، وشويه لا شابلور. نجوزو لطريقة التحضير. أول حاجة كنت ديت الباذنجان ديالي، قطعته على شكل شرائح طويلة كما راكم تشوفوا هكذا في الصورة، وما نحيتش كامل هذيك القشرة الكحلة هذيك، يعني نحيتها طريق بطريق هكذا باش كي تقلوا الباذنجان ديالكم ماشي راح يتفتت معاكم، يعني يبقى شايد روحه. درت لهم الملح والفلفل الكحال مع لي دو كوتي هكذا، وراح نقليهم في زيت تكون سخونة، يعني خلوا الزيت ديالكم حتى تسخن مليح، وحطوا الباذنجان ديالكم قلوه عادي هكذا باش ما يتشرب لكمش كامل هذيك الزيت. حطيت المقلاة، خليت الزيت حتى سخنت مليح، وحطيت الباذنجان ديالي باش نقليه على الجهتين، ونحيه نحطه في بابي ونخليه حتى يتشرب كامل هذيك الزيت. من جهة واحدة أخرى رحت باش نوجد الحشو ديالي. حطيت كمية تاع البولياشي، ضفت عليها 2 مغارف كبار تاع الرز مع لا شابلور، يعني حوالي واحد مغرف ونص هكذاك. حطيت 2 فصوص صغار تاع الثوم، زدت عليهم المعدنوس والتوابل. راح نحطو ملح، شوية تاع الفلفل الكحل، نزيد عليهم توابل خاصة بالدجاج، وفلفل عكري حلو وحار. بعد هذا راح نخلط كامل المكونات ديالي مع بعض، يعني ندخل كامل هذوك لي زيبيس في الحشو ديالنا في البولياشي، نخلطهم مليح، وراح نشكلهم على شكل صبيعات صغار هكذا، كما تقدروا تشكلوهم على شكل كريات، يعني كما تحبوا. هي من الاحسن تشكلوهم هكذا باش كي نديروهم داخل الباذنجان راح يجي الشكل ديالهم شباب. شكلتهم كامل بهذه الطريقة، وراح نحطهم بجهة ونخليهم ونجوزو لاصوص طوماط ديالنا. في لاصوص طوماط كنت ربيت 2 حبات طماطم ملاح، يعني متوسطين في الحجم ديالهم، زدت عليهم 5 فصوص تاع الثوم، زدت معاهم 2 وريقات تاع الرند، وراح نحط لهم تاني زعترة. لهنا انا ما حطيتش الزيت هكذا باش ما يجيش الكراتان ديالنا فيه بزاف لهدام، واذا حطيتو حطوا كميه قليله، يعني ما ديروش بزاف. حطيت معاهم تاني التوابل ومغرف كبيره تاع طماطم مصبره، التوابل اللي قلت لكم عليها ملح، فلفل الكحل، فلفل عكري حلو وحار. حطيته فوق النار وخليت لاصوص طوماط ديالي حتى تقلات لي مليح. زدت عليها شويه تاع المعدنوس، وراح نمرقها بكميه قليله تاع الماء، يعني قيس فنجان تاع اتاي هكذاك، هذا ما كان. نقص للنار ونخلي لاصوص ديالي حتى تعقد لي. في هذا الوقت رحت باش نقلي لي بولات تاع البولياشي. درت شوية تاع الزيت وحطيتهم باش نقليهم على كامل الجوانب. على هذا انا كنت قلت لكم باللي حطيت الرز حطيته مفور، يعني ماشي خضر هكذا، باش ومن بعد راح نحطهم ديريكتومون في الباذنجان ديالنا، يعني ماشي راح يطيب لي هذاك الرز. على هذا فورته قبل ما نحطوه في الحشو ديالي. بعد ما طابوا لي لي بولات ديالي نحيتهم بجهه، وراح نوجد الكراتان ديالي. جبت لهنا الباذنجان اللي كنت قليته قطرته، راح نحط فيه الحشو وراح ندورو بهذا الشكل. فوالا، وراح نكملهم كامل بنفس الطريقة، يعني كل حبة تاع باذنجان راح نحط فيها الحشو وندورها هكذا،
ونجيب البلا اللي هنا اللي يدخل الفرن، راح نحط فيه لاصوص طوماط اللي هي الأولى، يعني نحطها في البلا من تحت. شوفوا راهي عاقدة يعني شوية. نحط الباذنجان ديالي هكذا نستفو كامل في البلا، وهذيك لاصوص طوماط اللي قعدت لي راح نسقي بها من الفوق. تقدروا تدخلوا البلا ديالكم هكذا للفرن وشهية طيبة. أنا راح نزيد له البيشاميل هكذا، كنت خدمت البيشاميل. راح تلقاو الوصفة تاع البيشاميل في الوصفات السابقة ديالي، كيما راح نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني إذا حبيتوا تطلعوا عليها. سقيت كامل الكراتان ديالي بالبيشاميل من الفوق، فوالا هكذا. وراح نضيف عليه الفرomاج. انا استعملت جبن الساندويتش. تقدروا تستعملوا اي فرomاج يكون عندكم في الدار، كما تقدروا تستغناو كامل عليه. حطيت هكذا كل حبه تاع باذنجان، حطيت فوقها هكذا الفرماج، وراح ندخلو للفور نشعلو من التحت. غير نشوف هذيك لاصوص ديالي بدات تعقد، راح نشعل عليه من الفوق، نخليه حتى يذوب هذاك الفرomاج، ونشوفوا الطبق ديالنا. فوالا حبيباتي، وهذا كان الغراتان ديالنا لنهار اليوم. باذنجان بالبولياشي. صدقوني يجي بزاف بنين، على بالي بلي راح يعجبكم، سورتو الناس اللي ما تحبش الباذنجان. جربوا هذه الوصفه وعلى بالي بلي راح تعجبكم. اون بليس يجي بزاف خفيف هذا الغراتا. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. اذا جربتوها خلوا لي ارائكم وتعليقاتكم في كومنتير. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. راح نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله في وصفه اخرى. كانت معكم كوينز كيتشن. سلام.